أهلا بكم من جديد. تدخل المنافسة على الكرة الذهبية منعطفا حاسما مع إعلان قائمة مؤلفة من 30 لاعبا كمرشحين للظفر بها، غير أن أغلب التحليلات ترفع اسم ثلة صغيرة من النجوم وتعتبرها الأوفر حظا في السباق. قائمة مختلفة لسباق التنافس على جائزة الكرة الذهبية، وربما للمرة الأولى لن يتواجد في هذه القائمة فائز سابق بالكرة الذهبية في القائمة. محمدي، كيف تابعت هذه القائمة التي تتكون من 30 لاعبا للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نابغ أعتقد بصفة عامة لا توجد مفاجآت كبيرة. الأسماء التي اقترحت من طرف اللجنة كانت إلى حد بعيد هي الأسماء التي منطقية في الحقيقة، هي الأفضل في الموسم الماضي، التي ساهمت في تحقيق إما نجاحات جماعية أو نجاحات فردية، فبالتالي ربما هناك حديث عن حالات استثنائية، بعض ربما الأسماء التي استحقت التواجد، مثل حالة باستوني مثلا اللي قدم موسم خرافي، كان أحد أفضل المدافعين في أوروبا مع الإنتر. لكن لا أعتقد هناك أسماء عدة كان يمكن مثلا الحديث عنها أنها كانت تستحق ولم تدخل القائمة. القائمة صعبة بهذه النسخة في الحقيقة، لأن هناك مستوى تنافس على الأقل بين 3 4 أسماء. لا يوجد ربما اللاعب الذي يستطيع أن يتحدث بثقة بأنه حاسم لهذه أو لديه أرقام مثلا تجعله بعيد عن البقية. حالة الموسم الماضي كانت مفاجئة في الحقيقة، لأنه قبل الجائزة إعلان عن الجائزة كان الجميع يتحدث عن فينيسيوس، كانت مثل محسومة نظريا أنه فينيسيوس هو الطرف الأقوى، هو اللاعب اللي يمتلك أرقام أفضل، هو اللاعب الحاسم، هو الذي كان صاحب تتويجات أكثر تأثيرا. ما حدث كان مفاجأة، لكن ما حدث وسيحدث في النسخة أنه هناك على الأقل 3 أسماء تستطيع أن تتنافس بحظوظ إلى حد ما متوازنة متغاربة، فبالتالي لا أعتقد أنها ستكون هناك فروقات كبيرة في الأصوات. كل صوت مهم، كل صوت سيكون حاسم بين عثمان، لامين يامال، ربما رافينيا بدرجة أقل، محمد صلاح، حكيمي لما لا. يعني هناك عدة أسماء في الحقيقة. الملاحظة طبعا هي سطوة بي اس جي، وهي مسألة منطقية، تواجد 9 لاعبين. بالمناسبة كان يمكن إضافة أصلا أكثر من لاعب، لأنه باتشو قام بموسم خرافي الإكوادوري، في الحقيقة كان أحد أفضل المدافعين في القارة في الموسم الماضي، بعيد عن الألقاب التي أو الاكتساح المحلي والأوروبي. لكن الطريقة التي كان يفوز بها بي اس جي هي الطريقة اللي أعتقد أنها كانت ملفتة، كان يفوز بسهولة ضد كل خصوم، باختلاف الخصوم كان يستطيع أن يؤذي كل خصوم في الحقيقة ذهابا وإيابا، مع جودة عالية في أسلوب اللعب تساعد اللاعبين على أن يكونوا في أفضل سياق يناسب قدراتهم. فبالتالي يكون لاعبي بي اس جي يحتلوا القائمة هي مسألة منطقية إلى حد بعيد، وربما عثمان ديمبélé على الأرجح هو الذي يمتلك الحظوظ الأرجح في الفوز بهذه الجائزة، وإن بفارق ضئيل جدا عن أقرب منافسيه اللي على الأرجح سيكون لامين يامال. هي منافسة كبيرة، سيكون هناك صراع شرس للغاية في الصراع على الكرة الذهبية في هذا الموسم. تحدثت على تألق رائع جدا قدمه هذا اللاعب الذي معنا الآن على الشاشة، عثمان ديمبélé، الذي قدم موسما استثنائيا مع باريس سان جيرمان وتألق في أهم لحظات الموسم، وقاد الفريق للوصول حتى لنهائي بطولة كأس العالم للأندية في نسختها المستحدثة، وهو ما يؤكد أن لديه أفضلية كبيرة للغاية. صحيح، وكما ذكرت في اللحظات الحاسمة يجب أن تضع خط تحت هذه الجملة، لأنه عادة تاريخيا عثمان ديمبélé لطالما كان لاعبا مخيبا في اللحظات الحاسمة، فبالتالي ربما الذاكرة الجمعوية للجماهير كانت دائما تحتفظ بلقطات فيها مستوى معين من الخيبة، تضيع فرص سهلة، فرص حاسمة في مباريات حاسمة، فبالتالي كان يتم تنميط عثمان ديمبélé كأنه ذاك اللاعب اللي يمتلك إمكانيات خارقة لكنه مخيب الآمال في اللحظات الحاسمة. وهذا لم يحدث الموسم الماضي، بل كان على قولتك حاسما في كل مباريات، في كل اللحظات الصعبة، مسجل الأهداف، صانعا للعب، خالقا للفرص، رجل أول في الضغط، يفعل ذلك بإتقان شديد جدا، وقائدا للمجموعة، حتى وإن لعب في مركز لم يعتد عليه تاريخيا، لأنه تم استخدامه في استخدام تكتيكي بشكل مغاير كمهاجم وهمي. صحيح أنه يستخدم قدميه يمين ويسارا بنفس الدقة بالمناسبة، وهذا ساعد بكل تأكيد على التأقلم مع المركز، لكن كان دائما يستطيع أن يساعد زملائه أن يعود خطوات الخلف، أن يمرر يمين يسارا، أن يكون لاعب إضافي في وسط الميدان. نعرف انحيازات لويس إنريكي تجاه المهاجم، يريد دائما مهاجم بعيد عن العمق، مهاجم يساعد زملائه أكثر، كما يتم وصفه إعلاميا بالمهاجم وهمي. لكن كان حاسم في اللحظات الحاسمة ضد ليفربول، ضد بريست قبل ذلك، ضد أرسنال، وفي نهاية تشامبيونز ليج ضد الانتر. دعنا نشرك معنا في هذه الحلقة كلا من باسل طبال وأيضا مهدي فودي. أبدأ بك باسل، كيف تابعت جماهير نادي برشلونة والإعلام هناك في كاتالونيا تواجد لامين جمال في منافسة قوية وشرسة للغاية في هذه القائمة النهائية للكرة الذهبية، والكل يتحدث على أن المنافسة في هذه النسخة ستكون بين لامين جمال وعثمان ديمبélé على جائزة الكرة الذهبية؟